جربنا منتجات جديدة للبيت عشان أقول لكم كل منتج تمام ولا أي كلام، وده الجزء ال27. فمعانا المرة دي أداة كرات اللحم، علب حفظ الخضار، قطاعة الكيوي، وأداة مسح الأسطح، وحاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا بمنتج مفروض إنه بيعمل لك كرات لحمة بخطوة واحدة بس، هو كله بلاستيك عبارة عن قطعتين، في الوعاء اللي تحت ده بتحط فيه اللحمة، والجزء التاني اللي هو فيه 4 فتحات ده بتضغط عليها فتطلع لك الكرات من الفتحات دي. المهم وزعنا اللحمة في مكانها وتأكدنا إن سطحها متساوي، بعدين ضغطنا مرة واحدة والنتيجة كانت سيئة جدا. ولا اللحمه بقت كور ولا حتى اتحركت من مكانها، حتى الحاجات البسيطه اللي طلعت دي ما كانش ليها شكل. فجربنا مره اتنين وتلاته، وفي كل مره كنا بنساوي اللحمه نحاول نزود الكميه كمان، لكن برضه ما ظبطتش خالص. فطبعا المنتج ده دخلناه قائمه اي كلام. ده بقى منتج شكله ذكي قوي، عبارة عن مجموعة لحفظ الخضار والفاكهة، بس هي مش زي العلب التقليدية، هي عبارة عن بلاستيك راب كلها بس قوي قوي، مفروض يعني انك مهما حطيت فيه فاكهة او خضار ما بيتقطعش. بس احنا لما بدأنا نجرب حسينا انه صغير شوية، يعني نص التفاحة دي يا دوب خدها بالعافية، لكن ما نقدرش نعتبر ان ده عيب قوي لان هي معمولة اصلا لبواقي الاكل، يعني نص تفاحة نص ليمونة بواقي كيوي، فقصة الحجم دي ترجع للاستخدام، لكن كجودة هم بصراحة محكمين جدا جدا، مستحيل يدخلوا هواء او بكتيريا ولا اي حاجه للاكل. فلو بالنسبه لك الحجم مناسب المنتج ده تمام. دخلنا بعد كده على منتج اول مره نشوفه، مساحه للاسطح والازاز بس مختلفه شويه. المختلف بقى في ايه؟ هي شبه المكوه كده، بتمسكها من فوق ومعاها مناديل خامتها قويه جدا، انت بتركب المنديل في المنتج من تحت وتشتغل، وده الزرار اللي بتضغط عليه عشان يوقع المنديل بحيث تحط غيره. المهم بدانا نجرب في اللزق ده جاي معاه عشان تثبت المناديل، حطينا الصابون والميه على الرخامه وبدانا ننظف عشان نكتشف ان المنديل بيفضل ثابت مهما بليت السطح ومهما اتحركت بيه. وطبعا لما بتخلص تضغط المنديل يقع فتحط واحد تاني مكانه من غير ما تلمسه او توسخ ايدك بيه. المنتج فكرته مختلفه، ينفع مع التنظيف البسيط، اسطح المطبخ، الرخامه، الازاز، عشان كده طبعا دخلناه قائمه تمام. دخلنا بعد كده على منتج مفروض انه بيقشر الكيوي وبيقطعه في وقت واحد، حاجه كده شبه المقوار شويه، حجمه صغير ومعاه السكينه دي بتقطع بيها. فبدانا نشيل الكيوي من القشره والنتيجه بصراحه محيره قوي. هو القشره اتشالت كويس قوي من غير بواقي، بس الكيوي نفسه اتبهدل، يعني ما طلعش قطعه واحده ولا اتقطع مكعبات مثلا. فقلنا نجرب تاني بس مع واحده كيوي جامده شويه، والمره دي بصراحه النتيجه كانت احسن بكتير، زي ما انتم شايفين طالع سليم ماسك نفسه. فالمنتج شغال كويس بس مع الكيوي اللي مش مستوي قوي، عشان كده دخلناه قائمه تمام. المنتج اللي بعد كده عبارة عن حاجات كتير قوي في بعض، مبشرة، قشارة، قطاعة بيتزا، خضار ورقي، وهو بصراحة من قبل ما نجرب جودته حلوة قوي، حجمه صغير كمان فما بياخدش حاجة في التخزين. أكتر حاجة عجبتنا إن معاه أداة بتفرط الخضار الورقي، ملوخية بقى، كزبرة، بقدونس، روزماري، والناحية التانية سكينة. معاه كمان فتاحة للعلب، أما اللي كان مفاجأة فعلا هي فرامة الثوم والبصل، معاه كمان العليقة بتاعته، فرشة بتنضف بيها، يعني مش سايبين حاجة. بدأنا نجرب أداة الخضار الورقي مع الكزبرة، عملية جدا بصراحة، مع النعناع كمان ما خيبتش ظننا، مع الروزماري شغالة بصعوبة شوية بس عملته. فقلنا ندخل على طول في القشارة، مسكتها سهلة مريحة في الإيد، ناعمة بتمشي بسرعة، فدي كمان عملية. أما بقى فرامة التوم فمبهرة جدا، سهلة بتنجز ما بتعورش طبعا. فقلنا كده مش فاضل غير المبشرة، ودي كمان كانت كويسة قوي. فالمنتج عموما عملي جدا، بيعمل حاجات كتير قوي مع بعض وصغير في نفس الوقت، فطبعا دخلناه قائمة تمام. نيجي بقى المنتج عبارة عن لمبة للمكتب وفي نفس الوقت مقلمة، بتفتح بالشكل ده، زاوية فتحها حلو قوي، هتلاقي أول ما تفتح زرار الباور ده بيدي لون أبيض، تضغط عليه تاني فيديك نور مصفر شوية لو ده بيريح عينك. فقلنا تمام قوي كإضاءة. نبتدي بقى إيه، نحط الأقلام فيه، وبصراحة عملي جدا، ثابت ما بيقعش من مكانه، إضاءته كويسة، شكله حلو ومختلف، فدخلناه قائمة تمام. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لها لايك وشير، وسيبوا لنا منتجات في الكومنتات لو عايزين نجربها.